يعني هي الحاله اللي شفتها بمنتخب سوريا، شفت الناس قديش تفاعلوا مع المنتخب لوصل لهي المرحله. يعني قبل مباراه ايران وبوقت المباراه بالتحديد شفنا الناس بالشوارع، ساحه الامويين سكرت من كثر العجقه، من كثر الزحمه، الناس ناطره المنتخب. هي الحاله الايجابيه بشكل عام اللي دفعت الناس لتشجع المنتخب، شو بتعني لك؟ ثق تماما. اللي احنا كنا 23 لاعب، نحن عم نمثل 23 مليون. نحن كنا دائما نظرتنا نحن وعم نلعب انه نحن نفرح الشعب، نقدم شيء للشعب. نحن كنا بنتمنى انه كان التاهل مباشر، لكن شفت الظروف كثير كثير صعبه، وخاصه بالمباراه الاخيره مع ايران. انا بقول انه نحن كنا نستمد قوتنا بصراحه من الجمهور. هذا الجمهور يعني شفتوا كابتن قبل ما تفوت على مباراه ايران، تابعتوا الناس بالشوارع؟ نحن وعدناهم قبل لقاء ايران، عرفانين نحن قلنا لهم دائما الخطوه الاولى هي مباراه قطر. نحن ردينا الدين بمباراه قطر، فزنا، هو اصبح الطريق مفتوح عنا. النتائج كانت الحمد لله اللي بالمباريات الثانيه كانت ايجابيه لصالحنا. هالشيء هذا اعطانا شكل بامور معنويه كبيره، دفع معنوي كبير. المباراة الثانية يعني نحن حسينا انه شفنا، يعني بصراحة من قبل ما تبدا المباراة كنا عم نحس وعم يعطونا الاخبار انه شوفوا الشعب ناطركم، الشعب يعني. والدليل على ذلك انت جول اللحظة الأخيرة. صحيح، جول اللحظة الأخيرة بدك تعرف قديش نحن يعني متشنجين كثير لنسعد شعبنا، لنسعد هالجمهور كله هذا. والحمد لله يعني بنقول لهم انه قدر الله ما شاء فعل. هذا الشيء نحن اعطيناكم جزء من محبتكم. نحن هالشيء هذا قوتنا، رح نستمد دائما، ورح نوعدكم انه نحن رح نضل بهذا الطريق ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن ابراهيم، جول عمر السومة، شو الشعور يلي حسيته وقت دخل جول؟ شفناك ركضت من الجول على عمر السومة. يمكن بالتمرين بعمل هيك انطلاقه. من الوقت اللي صار الجول من المرمى اللي انا فيه للطرف الثاني، فتح سرعه، امسك راسه، بدي بوس راسه. عن جد رد لي الروح بهذا الجول، رد الروح. شعور لا يوصف. وقت اجيت لعنده وضربته على راسه، جيت قلت له كلمتين ما في احكي عنها. رح نشوف جول عمر السومة وبقيه اهداف المنتخب بهالكليب التالي وبنرجع. كابتن ايمن، بدي ترد على الناس اللي حكت انه منتخب ايران كان متساهل معنا بالمباراه. اللي بيقول متساهل ما شاف المباراه ولا حس فينا ابدا. بصراحه هو التعليقات بتقول بالصحف الايراني اقوى مباراه بيلعبها الفريق الايراني على ارضه بكل مبارياته بالمجموعه. ضمن الخمس مباريات كانت اقوى مباراه، والدليل على ذلك انه انت شفت الحماس والقوه البدنيه اللي عم يلعبوا فيها الفريق، وكأن الفريق يلعب نهائي كأس آسيا. يعني أنا ما توقعته إنه عم يلعب إحنا مباراة، حتى حقه هو دائما. لكن الشيء اللي بدر إنه أول بالدعايات اللي قالت إنه مباراتنا حتكون سهلة، أنا برأيي كانت أصعب مباراة. حسنا نحن نخطف نقاط بصراحة، يعني نقطة التعادل هي اللي أهلتنا، حسنا نخطفها
بوسط طهران. هالشيء هذا هو اللي ازعجهم، انه هن كانوا بدهم رقم قياسي لم يتلقى شباك المنتخب الايراني اي هدف، وهذا الشيء اللي يعني اللي ازعجهم جدا. كانوا محضرين احتفالات كثير كبيره كمان نحن كمان بصراحه بس نحن كمان نحن بنتاهل. يعني نحن انتم متاهلين، انتم ما في يعني حافز كبير. هذا رقم قياسي بيجي امتى ما كان، لكن التاهل لكاس العالم ما بيجي باي ظرف من الظروف. يعني نحن رغم ظروفنا الصعبه كان الانجاز موجود. انا برايي كل من قال انه الفريق الايراني حيكون لعبه سائغه او حيتعاطف مع الفريق السوري، بالعكس لعب اقوى مباراه، وبالعكس انه قدم مباراه. أنا في مباريات انا برايي بالمجموعه بيعرف ابراهيم كانت اسهل من هي المباراه، انه نحن رغم الظروف الصعبه. مدرب صرح وقتها، مدرب قال بعد اللعبه، قال انا ما كنت متوقع انه المنتخب السوري يكون هيك. صحيح، مدرب كيروش البرتغالي. تمام. كابتن ابراهيم، يعني لما سجل فيك الهدف الاول والهدف الثاني، يعني هدفين سجلوا بطريقه مزعجه جدا، يعني حتى الهدف الثاني كان بطريقه مزعجه ودخل هدف. بعد ما دخل فيك الهدف الثاني شو حسيت؟ حسيت انه ممكن نرجع بالمباراه بصراحه كابتن؟ تماما. حتى صرت احكي مع اللاعب، يعني نقول له انه معلش اكلنا الجول الاول، قدرنا انه نضلنا انه حافظين متعادلين، اكلنا الجول الثاني هلا قادرين احنا بالعكس، لانه بعد ما اكلوا الجول هن صار في عندهم انه رخاوي بالدفاع، انه خلص نحن راح الهدف اللي كنا بدنا اياه، الحاجز انكسر. هلا صار فينا نحن نجيب هدف اول وثاني وثالث، بس اهم شيء نلعب نحن لاخر دقيقه. يعني حكي انا بحكي مع المدافعين انه شو ما كان، حتى ولو نضل اقوياء، نضل مركزين مثل ما دخلنا بدايه المباراه، عادي اي حدا بيتعرض لجول، بس هم نتم الاصرار. احكي مع الخط الوسط واحكي مع المهاجمين انه نتم مصرين واللعبه رح تجي. كابتن ايمن، الناس وجهت كثير اسئله لما عرفوا انه كابتن ايمن وكابتن ابراهيم موجود معنا ببرنامج وان جول. السؤال الابرز كان دائما ضمن هي الاسئله مشاركه اسامه اومري ما عم بتكون فعاله مع المنتخب، او ما عم بنعطى فرصه اسامه اومري مع المنتخب. لا بالعكس، هلا تلاحظ في مباريات سابقه انا اعطيت فرصه. ضحكت كابتن لما قلت اسامه اومري. انا ضحكت لانه هذا السؤال بيتردد كثير. ثق تماما انه انا الحمد لله يعني، وبيعرف ابراهيم بيعرفوا كل الشباب، انا كظلم او كانسان انه اظلم اي لاعب ما ممكن اسويها. كل من بينفع المنتخب، كل من انا حاسس انه هو بيقدم شيء رح يكون اساسي او حيكون احتياط، هذا الشيء بصراحه يعني نحن من اول التصفيات لهلا كل اللاعبين عم ياخذوا حقوقهم. يعني وفي اكثر من لاعب كان استبعاده، في اكثر من لاعب تم اشراكه بالمباراه، ومن بعد ما تم اشراكه كل اللاعبين عم ياخذوا فرص. انا اللي بلاقيه انسب من خلال المباراه، لانه انا احيانا ما بصح لي غير راقب اللاعبين مراقبه، وهذا الشيء انا اللي عم راقبه من خلال الدوري. صحيح. حتى مبارياتهم الخارج البلد يعني بيعرفوا اللاعبين، كانوا يتفاجئوا يجي يقول له انه انت بهالمباراه ما كنت كويس، بهالمباراه ما كنت منيح، بهالمباراه كنت كويس. هذا الشيء دائما كان عم يعطينا افضليه، عم يعطينا سهوله انه انا كيف اتواصل مع اللاعبين، لانه انت يوم اللاعبين ما بيكونوا بايدك غير قبل 72 ساعه بايام الفيفا دي، ما في غير انه انت يكون عندك مراقبه للاعبين. نعم. وهذا الشيء انا عم احكي بصراحه. صحيح. اي لاعب في المنتخب بكون رؤيتي له انه هاللاعب بهالوقت مناسب يلعب اساسي مناسب، والحمد لله يعني هالشيء هذا كان معنا من اول البطوله لاخيرا. كابتن ابراهيم، يعني انتم كلاعبين بتتناقشوا بالتشكيله انه ليش نزل فلان بصراحه؟ تماما. ليش نزل فلان، ليش ما نزل فلان، انه لازم كان يلعب اللاعب الفلاني، بتتناقشوا بهي الامور؟ يا زلمه بنحكي كثير بالقصه. بنحكي كثير، بس اكيد انه بتصير اراء، يعني اكيد اي لاعب بده يعطي راي، نحن بنجتمع بين بعض انه مفروض انه لو بنبدا هيك لو كذا، حتى الكل بنكون مجموعين، كل مو انه والله بنحكي كافراد او كاثنين ثلاثه او كجماعه مجموعين مع بعض، لا بنكون موجودين كل. بس بالنهايه هذا الشيء الاخير اللي بشوفه الكابتن هو الشيء الانسب، يعني اكيد الخبره اللي عنده، اكيد نحن يعني ما فينا نقيم هذا الشيء غير هو من خلال المنظور اللي شايف، من خلال المباريات اللي تتابعها، من خلال التمارين، اللاعب شو عم يأدي بتمرينه. يعني هذا الشيء. كابتن ايمن، بالنسبه لك شو اصعب لحظه خلال كل التصفيات يلي مرت على حضرتك؟ شو الشيء اللي خلاك تكون كثير متوتر وكثير معصب خلال الفتره الماضيه؟ اصعب 90 دقيقه مروا بحياتي انا من المدرب من 22 سنه مباراه ايران، لانه بصراحه يعني في امل، في فرحه شعب، في فرحه منتخب سيصل بحلم، الحلم سيتحقق من خلال هدف. انا بقول يعني الحمد لله يعني كل المباريات اذا بتحس فيها انه فريقنا كان عم يقاتل حتى اللحظه الاخيره،
وهذا الشيء صحيح. كل الصحف الروح الموجوده عند لاعبي منتخب سوريا ما موجوده عند بقيه اللاعبين. يعني انت اليوم كل خبراء كره القدم ابتداء من العميد فاروق الله يطول بعمره وكل الرياضيين اللي بنعتز فيهم قالوا انه هذا المنتخب افضل منتخب بيمر بتاريخ سوريا. اول شغله حاله الانسجام الموجوده فيه، حاله التفاهم اللي كانت بينه وبين الستاف، هذا الامور كثير كانت فيها صعوبات بالمراحل السابقه. انا بقول انه هذا الشيء ما اجى من فراغ، هذا الشيء اجى من نحن الكل نحن الكل قررنا. انا اللاعبين بيعرفوا، انا اللاعبين بعاملهم معامله اخويه مثل اولادي واخواتي خارج الملعب، داخل الملعب عارف ابراهيم دكتاتوريه كامله لمصلحتهم ولمصلحه نتائج في سؤال هون فيما يتعلق بهذا الموضوع، موضوع وسائل التواصل الاجتماعي. البعض من النقاد انتقد موضوع انه ليش اللاعبين عم ينزلوا صورهم قبل المباراه بنهار، وانه اللاعبين لازم يركزوا اكثر بالمباراه. انت مع هذا الشيء كابتن ايمن؟ انا بيعرفوا انا اللاعب مركز، خليه يحكي لك هو شو النظام. طيب اذا خلينا نسمع من ابراهيم احكي لي عن هذا الشيء. طبعا عم تكون انه مثل رساله للناس لتطمن الناس، ما انه والله انا عم اتصور سيلفي عم اعطيك لك اياها، لا مو مشان هيك. انه نحن بخير، نحن مرتاحين. انه شوف انت شوف مثلا في ناس كثير مهم بتهمها تعرف اللاعب انه شو نفسيته، مرتاح ما انه مرتاح، كيف بده يقدم بالمباراه. هذا الشيء اللي عم يخلي مثلا لاعب مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي ينزل صوره ينزل فيديو. بالاضافه لهذا الشيء في برنامج اكيد نظام معين من الكابتن ايمن من الكادر، يعني قبل اللعبه بيوم اكيد قبل مباراه ايران. نمت كابتن ابراهيم؟ انا بصراحه للساعه 5 الصبح ما قدرت تنام. ما قدرت انام. حطيت سلمنا الموبايلات سلمنا وحطيت كل شيء، خلصت كاسه المتي الساعه 12 المساء وتسطحت انا واحمد مدنيه. كابتن ايمن اكيد ما نمت قبل لعبه ايران. انا بصراحه قبل المباريتين انا بحكيك الحقائق وبيعرفوا، بس انا للاعبين دائما ما بارجيهم انه مالي نايم او متوتر، بالعكس برجيهم انه الجو عادي، انتم ما تتشنجوا، خليكم ريلاكس كلياتكم باريحيه تامه. هالشيء هذا هو اللي دائما عم يعطينا. يعني انت مثل ما تفضلت على صور السيلفي وصور الامور على التواصل الاجتماعي، انا للارجيون انه اللاعبين بالعكس صحيح. اذا بدنا نرجيهم انه متشنجين بده يتشنج الجمهور اكثر. اما نحن قبل بيوم ما في موبايلات، ما في لابتوبات، ما في اي شيء يتواصلوا معه. يعني نحن كل اللابتوبات والموبايلات وكل الامور اللي فيها تواصل مع الناس نحن بنحجبها عنهم وهن بيعرفوا هالشيء هذا. يعني هذا الشيء عم يعطينا دائما. بس عم يكون في موبايل ثاني هي ماني عم تخبرني انا للشباب. لازم تحسب حسابك مره ثانيه هيك كابتن ابراهيم. موبايل ثاني. احنا بصراحه اللي ما بيناموا لا بس ملتزمين. يعني انا امرار اكيد يعني لاعبين محترفين، لاعبين عم بيلعبوا بكبرى الانديه العربيه، اكيد يعني لازم يكون في عندهم التزام قبل هيك يعني مباراه. اجواء دائما في حس بالمسؤوليه. هذا الاجواء اللي احنا عايشين، مو مسؤوليه شخص، صارت مسؤوليه ناس. صح، صارت مسؤوليه بلد. هلا كابتن، يعني لما تشوف ابراهيم علمي وعمر السومه ولاعبين المنتخب السوري موجودين على كبرى المواقع العالميه المتخصصه بالرياضه، شفنا صحيفه الصن البريطانيه، ايضا صحيفه الموندو ديبورتيفو حكت عن منتخب سوريا، وكبرى المواقع ايضا حكت عن منتخب سوريا. قديش هذا الشيء مهم لكم كلاعبين؟ هذا الشيء كثير كبير، انه نحن بظل الشيء الوضع اللي احنا مرينا فيه اثبتنا للعالم انه الفكر اللي انتم عم تزرعوه او الصوره اللي عم تنقلوها للناس غلط. هي الصوره الصحيحه. يعني شو ما عملتوا وقد ما خربتوا وقد ما العقول مسحتوا او مثل ما بيقولوا غسلتوها، ما راح تستفادوا شيء. في امر انت هام جدا. تفضل. انت اذا بتلاحظ من خلال التصفيات هي الاخيره كل اللاعبين تغيرت عقودها وكل اللاعبين اجوها عقود منيحه. تمام. هذا الشيء لصالح المنتخب اكيد. طبعا هذا بيعطيك دائما بيعطيك رؤيه انه كل الناس كانت كلها حتى ببلاد برا انه قديش مهتمه بالمنتخب، قديش المنتخب عطى اهتمام كبير. غير انه بالشعب السوري عطى اهتمام خارجيا. شافوا منتخب بأزمة. انت شوف كل الصحف بصراحه كان نحن اكثر من تلفزيون كان مرافقنا، ان كان تلفزيون بريطاني او تلفزيون امريكي او تلفزيون سويسري او الماني، كلهم حكوا انه ماذا يفعل في عناوين رئيسيه تعلموا من هذا المنتخب. يعني اعطى صوره بصراحه، اعطى صوره ما اعطاها اي منتخب، مع احترامنا له، لا منتخب عربي ولا منتخب محلي. هذا الشيء بخسر حقهم لانه هذا الشيء مجهود جماعي كامل. طيب بنشوف بعض من تألق الكابتن ابراهيم علمي هيك، كم تصدي جمعنا لك اياهم من التصفيات رح نشوفهم. لنشوف.
كابتن ابراهيم، يعني كم مره صرت